الوجهة ديالنا اليوم هي هاد القمة اللي كتعتبر اعلى قمة كاين في جنوب اسبانيا. ولكن قبل وحنا غاديين في الطريق غادي نزوروا هاد الجبل اللي سميتو بينون دي برنار، اللي تصور فيه واحد الفيلم في 1981 واللي كان البطل ديالو الممثل الرياضي الامريكي ارلوند. وانا غادي بانوا لي واحد الحفار كبارين بزاف، ما عرفتش شنو كانوا كيديروا هنا، ولكن عرفت الحجم ديالهم كبير وغارق بزاف. وبين هادشي محفور يعني بشي ماكينات، يمكن كانوا باغيين يديروا فيهم سهرج ديال الماء حيت هاد المنطقه فلاحيه وكيعمروا الماء هنا باش كيوصلوه للبلايص داخلين ديال الناس اللي كيزرعوه. صباح انا كنضرب في الطريق، دابا يلاه دخلنا للسلاسل الجبليه، ولكن تبارك الله عرفتي واحد الجبوله قداش ها ما كيبانوش في الكاميرا مزيان، ولكن انا تبارك الله هذيك الشيء كبير بزاف. نكملوا الا بغيت، كل ما طلعتي كل ما كتشوف منظر زوين. فاش كنا صغار في المدرسه كنا كنديروا الرحلات الاستكشافيه، كان كيترقصها الاستاذ ديالنا، كان في الغالب كيكون استاذ ديال الاجتماعيات، كنديروا هاد الرحلات بحال هذا. الصراحه خلاو اثر زوين، وداكشي اللي بقى في العقل. اما الدوال وداكشي اللي قريناه، ليميت لي فونكسيون، قوى التجاذب الكوني، الموجات، الخلاص والايكونومي، داكشي كامل زعما نفعنا وحي كتفهم في الحياه شنو، كتفهم التجارب ديال الحياه، كتصرف الحياه لاباس ديال الحياه، كاينه واحد القوه، كاينه واحد التاثيرات، كاينه. اما ديك لي فونكسيون صراحه وديك الشيء اللي كنا قريناه في الماط بغاو والله الا غير بغاو نكملوا على البلان ديال المدرسه. كنا درنا واحد الرحله، ماشي نقول لك، واحد النهار طلعنا حتى للراس ديال الجبل، وكان باقي الصباح وصافي بدينا كنهبطوا فيه. وحنا هابطين السي اشرف قلت له واحد الرجل، وكتبقى تسمع هذيك زن تاع را تف، بقيت هابط وصلت للقاع حتى ما بقاليش فين نزيد. الاستاذ صافي تخلع، صافي له بزاف طاحوا ماشي غير انا، الاستاذ تخلع بقى جا كيطير عندي، شد ليه بقى كيعصرني تما وصافي. انا فهمتي دير بحال القط، عندي 7 رواح ساعات ولي ساعتين ونص وكملت الطريق. ولكن والله الا واخا هكاك داكشي باقي عزيز عليا، وصراحه داكشي بقى في العقل، حيت داكشي فهمتي عنده اثر كبير، وهو اللي كيبقى زعما نفكروا بنادم، وداكشي هو اللي خلى هادشي يكون عندي عزيز، هو انني نخرج ونستكشف حاجات جداد. تبارك الله هاد الجبوله راهم كبار بزاف، بحال اللي كندخل بحال اللي كيزيدوا يكبروا. هاد الجبل هذا بالضبط سميتو بينون دي برنال، وكان تصور فيه فيلم ديال كونان باربارو، وكان تصور في 1981، وكان البطل ديالو ارنولد. وانا كنصور بان لي واحد الحيوان صعيب باش تشوف مزيان. سبحان الله اللون ديالو نفس اللون ديال البيئة اللي عايش فيها، وراد معايا البال طاش مع نادي وتناول. باقي كنضرب في الغابات، طريق طويلة ولكن صعيبة. كاينة واحد وحدين تا هما كيديرو بيكالات هنا،
اسبانيول بداو يهضروا. ما كنقشر حتى لعبه اسبانيوله، كاينه شويه ديال اسبانيوله ولكن ولا تعال ياك كاينه شويه ديال اسبانيوله كاينه، ولكن ماشي بحالهم. هما راه كيطيروا فيها، كيطيروا. هذا واحد العين زوين. لا ما خارج من الجبل. باقا المسيرة ديالنا مبقيتش كنقدر نهضر، عييت. باقا المسيرة ديالنا شوية طويلة، ولكن راه بدينا كنوصلوا للقمة. راه القمة كل ما كنطلعوا كل ما نسبة الأكسجين كتنقص، ولكن صافا عادي. غير هو الطريق شويه بعيده، شويه طويله، كتلقى مسافه قصيره ولكن كنضرب عليها كيلومتر جوج. بحال دابا مثلا هادي غير مسافه قصيره كتضرب عليها شوف شحال، تولي ترجع تولي تمشي ودور. وهي في الاصل غير مسافه، يعني تجي غير من تما لهنا حنا وصلنا. المهم ما نكملش الطريق حيت هاد الطريق هادي ما كتوصلش للقمة. غادي نقطعو من هنا وغنكملو في الغابة هكا باش نوصلو للراس ديال الجبل. الصراحة كان كيبان لي هادشي ساهل، صدق صعيب. من حد كطلع ومن حد كيزيد هادشي صعب، ولكن غنبقى قد نفس. مازال باش كنت في الطريق راه هي كانت سهلة. ها كيفاش وصلت لهاد الشيء. عذاب باقا نطفي العذاب، ولكن نبقى قد ما فات. احنا قربنا، خلي غير اجي ووصل للقمة. القمة ماشي سهلة. ودابا وصلنا لأعلى قمة في هاد الجبل. صراحة عييت بزاف، ولكن يستاهل. هاد المنظر اللي كنشوفو دابا يستاهل. وحنا وصلنا للقمة، ودابا غادي نديرو الهدف. علاش جينا لهاد البلاصة؟ باش نديروه اتاي مغربي بالكشكيش. ماشي اي اتاي، اتاي بالنعناع. وجلست كنستمتع بهاد الفيو الزوين وبهاد الهواء النقي اللي عطاتولنا الطبيعه. والصعود للقمه كان صعيب، ولكن المنظر كان كيستاهل، حيت كل ما طلعتي للفوق كتلقى حياه زوين وكتلقى ناس قلال، العكس ديال التحت اللي كتلقى فيه ناس بزاف، الناس اللي ما قدروش يطلعوا للفوق. ولهذا ديما حاول تطلع للفوق باش تعيش حياه زوينه.